صبحكم الله بالخير اخوان الطيبين، تحياتي وسلامي لكم جميعا. اخواننا الاعزاء متابعينا في كل مكان، تحياتي وسلامي لكم جميعا. اخوان الطيبين، احنا ان شاء الله نريد نتحدث بموضوع حقيقة ننسأل عليه هواية، يعني ننسأل عليه منا من خلال القناة ومن خلال الخاص يعني. فاحنا نرد من من هاي المنصة ان شاء الله، على حساب انه تكون الفائدة عامة للجميع ان شاء الله، للي يريد يتعلم او احتمال اكو هواية. احنا عندنا بعالم هاي الهواية عندنا هواية تسميات يعني. يمكن هي يعني البعض مر عليه بس يجوز ما يعرف معناها، والبعض يجوز ما سامعها. احنا نوضح اللي نقدر عليه واللي نعرف له ان شاء الله بكل امانه. اخوان الطيبين، اكو عندك يعني يمر عليك بس يوم مثلا بس تسمع كلام يقول لك مثلا هذا طير محدود. الطير المحدود شنو يعني طير محدود؟ مو احنا هنا عندنا شوف مرات يصير اشتباه. محدود اكو محدود واكو حداد. اكو محدود طير محدود، واكو طير يحكي بحداد او يحكي محتد. الطير المحدود اخوان محدود من ناحية اللغات، يعني طير مثلا طير بي يعني احتمال بي مثلا 4 لغات 5 لغات 6 ما عنده غيرهن، يعني احتمال مثلا 6 7 ما عنده غيرهن، يعني هن ذني يفر بيهن ويداور بيهن ويفرج بيهن. هاي بالنسبة للطير المحدود، يعني 4 5 6 هذا احنا نسميه بالنسبة للطير الفاوي احنا نسميه هذا طير محدود، لغاته قليلة. احنا عندنا طير الفاو بصورة عامة، طيور الفاو تمتاز بكثرة اللغات، يعني كثرة اللغات وبإمكانية اللغات، بصعوبة اللغات، بترتيب اللغات، بسرعة اللغات، سرعة المداور، أداء إمكانية، يعني صيغة عدة صيغ. يعني البلبول يدق لك اللغة مو بصيغة واحدة، يدقها احتمال بصيغتين أو 3 صيغ. هاي اكو هواية بلابيل عندنا مميزة بقت باقية بالذاكرة، يعني موجودة أنا أذكرها وأنا أعرفها وغير هواية ناس يعني يعرفونها وعايشوها. هذا اخوان هذا الموضوع يعني يخص الطير المحدود. اما الحداد يعني طير يحكي بحداد، طير محدود حادينه مثلا محتاج، هاي المعنى مالته يختلف. هنا مثلا انت عندك اليوم طير، انا عندي طير اليوم اريد اسجله، يعني الطير ما حاكي يعني او بعده ما مفتوح، بعده جديد. هذا ينحدب مثلا بطيره تطبق عليه طيره مثلا يومين 3 4 اسبوع تحدى بالطيره، ومن يجي يحكي محتد، يعني يزمخ ويحكي بعصبيه، هو عنده هايج يعني. مرات شوف يعني مرات انت اليوم انا هوايه هاي الشغله تمر علي، يعني هوايه انسل على هذا الموضوع. طير مثلا يجيك يقول لك شخص يقول لك انا اخذت هذا الطير اخذته يعني يحكي، اخذت على هذا التسجيل، وهذا التسجيل هو يحكي ويداور وسريع، بس من جاي يمي ما سمعت يعني هذا الحكي، ما قاعد يحكي.
اخي هو الطير هذا ما مفتوح، لكن شنو اليوم صاحبه يريد يحكي، يريد يسمعه، يريد يسمعك ويسمع غيرك. فهنا هو حد بطريقته، حد بطيره، طبق عليه طير، ممكن انه فك عليه طيره وحكي هذا الحكي. مو معناته هو مفتوح، مو مفتوح، مو معناته مفتوح. احتمال يجي يمك انت اذا ما تحركه تشتغل عليه وتتفنن عليه، احتمال ما يحكي يمك، يبقى ينام. واذا نام فتره طويله وهذا وركد وانت بعدك ما، هذا يعني احتمال يخرب الطير. فانت لازم واجب عليك انت تحركه وتشتغل عليه. هي هاي ونستك، هاي هذا الكيف مالك، الهوايه مالتك هي هاي. فهذا بالنسبه حكي الحداد. انت بعد بطريقتك تحد، شوف شلون تحكيه. مرات ما يحتاج ذني كل السوالف، ماكو يعني. هو الطير يعني تلقى مثلا يوم من الايام انت لا طابق عليه طيره ولا محركه ولا مطير له، مسمع له يعني مسمع ندهات او طياريات مثلا. هو من حاله وتلقاه بهذا اليوم هو محتد كلش، يعني يحكي عصبي ويحكي وماخذ راحته. تصير هيك حالات عادي. مرة الطير هو من حاله هو يحتد يعني. فهذا الفرق اخوان الطيبين. اخواني الطيبين، تحياتي وسلامي للكل والجميع. رب ان شاء الله يوفق الجميع بحق محمد وآل محمد. اخواني الطيبين من الشمال للجنوب، تحياتي وسلامي لكم يا طيبين، في امان.